من بعد الفيديو اللي نزلته عن الاقتصاد الريعي، اليوم حاب ارجع لكم بتجربة عراقية حقيقية، تجربة عرفت شلون تحول الريع الى تنمية. قبل ما تصير الدولة غنيمة تتقاسمها الأحزاب، كان اكو مجلس اسمه مجلس الإعمار. سنة 1950 قرر الباشا نوري سعيد يحط 70% من عائدات النفط بيد هذا المجلس. مجلس مستقل، مو لجنة حزبية ولا هيئة شكلية، فريق يضم خبراء ومهندسين واقتصاديين، ناس تعرف تشتغل. المجلس استعان بخبراء من الأمم المتحدة، اعتمدوا على دراسات علمية، تخطيط بعيد المدى، تقييم شامل لموارد العراق. ماكو مزاج، ماكو ترقيع، الفلوس ما راحت على توظيف وهمي، وطبعا هاي أهم نقطة، راحت على بناء بنية تحتية للعراق. لحد هاي اللحظة احنا جاي نعيش بيها. خلال 8 سنوات بس انتقلنا من موازنة بها 3 مليون دينار إلى 50 مليون دينار. بس الأهم، وين راحت هاي الفلوس؟ سدود مثل الثرثار، دوكان، دربندخان، جسور تربط المدن، بغداد، الفلوجة، الموصل إلى آخره، معامل تصنيع، نسيج، سكر، ألبان، أسمنت، إسكان، كهرباء، مستشفيات، مشاريع مدروسة ما مبنية بعشوائية. والمضحك المبكي، كل هاي المشاريع بعد هي شغالة لحد هاي اللحظة، بينما مشاريعنا اليوم، المشاريع الحديثة، تنهار قبل ما يتم افتتاحها، وشفنا هواي نماذج صارت. مجلس الإعمار ما كان حلم، كان واقع، بس راح مو لأن ما نجح، راح لأن الانقلابات فضلت القوة على التخطيط والشعارات على المشاريع. ولهذا أقول الحل ما يجي من برا، مرات يبدي من تجربة احنا اصلا مرينا بيها ونسيناها. هذا مو حنين للماضي اللي دا اسولف بيه، بس لما البلد ينجح ولو لمرة واحدة بتجربة معينة، اكيد راح يصير عندك خارطة طريق، راح تشوفها كخارطة طريق، من عندها راح تقدر تنطلق، مو مجرد ذكريات نصفطها ونركنها على جنب. وتحياتي، شكرا.